السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انت النهاردة هتعمل لنا ايه ده؟ هنعمل ان شاء الله خميرة الفايش، والفايش بخطوة خطوة ومن الألف للياء. عندي هنا حبيبتي برطمان مغسول ونضيف ومتعقم تمام التمام، برطمان ازاز مش بلاستيك يا حبيبتي. وعندي هنا كوباية لبن مغلية. جاية اللبن ده منين؟ من عند اللبان او من اخواننا اللي عندهم يعني عذرا كده في اللفظ، عندهم الحاجات اللي بتتحلب، اللي هي بقى البقر والجاموس والكلام ده. اخواننا الفلاحين حبايبنا 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 على راسي من فوق. عندي هنا الحمص بتاعي جايباه من المقلة وطحناه كويس قوي قوي لحد ما يبقى عامل زي الدقيق قدامك اهو. وهتدوبي فين؟ في قلب في قلب اللبن، في قلب البرطمان. تمام، يلا مع بعض خطوة خطوة. هو الفيديو طويل شوية معلش، بس كل تفصيلة يا حبيبتي محتاجاها. بعد بقى يعني فعلا فعلا تعب ومعاناة، ربنا وفقنا للطريقة الصحيحة. ان الحمص بيبقى اقوى من اي حاجة تانية. يعني بتهيألي انا بعمله فين؟ في فصل الشتاء. احنا في الشتاء بيبقى صعب شوية ومتعب شوية عن الصيف. في الصيف بيبقى اسهل بكتير، اما في الشتاء بياخد وقت. زي ما انت شايفة كده، زي ما انت شايفة، زي ما هو قدامك يا حبيبتي. واقوم حاطة عليه كيس بلاستيك ومغطياه بالغطا. وايه ده دقيق عندي او رده عندك، اي حاجة عندك تدفيها على البوتاجاز عادي وتقلبها لما الدقيق يسخن او الردة تسخن. وتقومي فحرة كده في النص، وحاطة الخميرة عليها. وتقومي قافلاه بالبرطمان طبعا، وتقومي قافلاه ومغطياه. وانا بحطه في فرن سخنته وقوم طافيه عليه. اهي الخميره ناجحه قدامك اهي. ودي الطريقه اللي في الشتاء تعتمديها ان شاء الله. انا بعد تجارب كتير وبعد ما باظت مني اكتر من مره اتوصلت للطريقه دي. تمام، لازم تدفي المكان اللي فيه الخميرة يا حبيبتي. اهو شايفة الدقيق اهو اللي كان عندي ده دقيق ذرة، انا مسخناه اهو قدامك اهو وحطه عادي خالص. تمام. طيب هنجيب هنا حلة زي ما انت شايفة كده قدامك، وهنفضي الخميرة بتاعتنا بقى ونشتغل بقى في الفايش بتاعنا. شايفة الخميرة شكلها عامل ازاي؟ دي ما باظتش، هي دي خميرة الفايش الصحيحة السليمة ان شاء الله. هتاكلي وتعملي احلى خميرة فايش، احلى فايش والله والله. مش هتسليه ولا هتنسيه طعمه الجميل. احنا عملناه وكان بألف هنا وشفا يا رب. كان حاجة زي العسل والله يا جماعة. فعلا فعلا تستاهل بقك يا قمر انت وهي. هنا بقى فضيت الخميرة بتاعتي وقلبتها كويس كويس عشان الكلكعة اللي فيها دي تفك. تمام. واقوم حاطة الدقيق بتاعي 3 4 معالق دقيق حسب كمية الخميرة اللي عندك. وممكن تعجنيها بكوباية وتزودي المية، دي مية دافية. تمام، ما تحطيش مية سخنة بتغلي، لا، مية دافية كده زي ما بقولك كده دافية تطيقي انك تحطيها او تلمسيها بايدك. تمام، وتقلبي تقليبة كويسة زي ما انت شايفة كده. شايفاني اهي؟ هي لسه تخينة على فكرة، لا لازم تكون تاني خميرة دي تبقى خفيفة شوية. هو الفايش بياخد اكتر من مرحلة في الخمر، خاصة اللي معمول بالخميرة الأصلية زي ما انت شايف. اما الفايش السريع بيبقى سريع جدا، مش محتاج اي مشقة زي الخميرة دي اهي. وهوريكي برضك ان هي ناجحة او مش ناجحة عن طريق التخمر بتاعها. وهوريكي شكل الخميرة ان هي اتفعلت ازاي. انا اهو بقلب كويس كويس الدقيق في قلب الخميرة اهي. شايفة السمك؟ هو ده السمك المطلوب. شايفاه؟ ركزي كويس يا حبيبتي ان حبيتي تعملي اهو. شايفة؟ ان حبيتي تعملي هي دي الخميرة المظبوطة. شايفة كانت الاول عاملة ازاي وهي بقت عاملة ازاي؟ ركزي كده، انا قربت لك الكاميرا. ايوه، قربي اكتر اكتر. بصي هي دي تمام التمام بإذن الله. وما تنسيش اللايك يا عسل. اهو بوريك اهو الفقاعات بتاعتها انها خمرت وكترت. طيب الخطوة اللي بعد كده عندي هنا شوية لبن. انا صراحة كان عندي كمية لبن قليلة.
هنا وحطيت عليهم شوية سكر وشوية مية دافية، وهنعجن بيهم ان شاء الله. ونكمل بقى بقية خطواتنا. اهو عندي جايبة هنا ب5 جنيه كركم من عند العطار، ونخلت الكركم قدامك عشان لو في اي حاجة ما تقعش ليها في قلب العجين. تمام. ونخلت الدقيق بقى وجهزت، ودي السمنة بتاعتي. عندك سمنة بلدي، عندك زبدة بلدي، عندك سمنة، عندك سمنة على زيت، براحتك خالص. هنا عندي كمية دقيق، كمية دقيق محترمة، أنا عاملة كمية محترمة يا جماعة. بألف هنا وشفا يا رب لكل من كل، وألف هنا وشفا لكل من شاف. قلت بقى فرصة ونتوكل على الله. هنا اهو بننخل طبعا الكركم بتاعنا، وعشان يتوزع في أجزاء الدقيق كلها، عشان ميبقاش جزء متلون وجزء لأ. اللون ده حسب ارتياحك وحسب راحتك، عايزاه غامق عايزاه فاتح، الصفار بتاعه اللي نفسك فيه. ايوه قدامك اهو يا قلبي، خطوه بخطوه. معلش الفيديو طويل شويه زي ما قلتلك، بس كل تفصيله هتفرق معاكي. وخلي بالك نجاح الخميره من اساسه قايم على التدفئه، لازم تدفيها كويس قوي قوي قوي. يعني انا دفت لها الدقيق ده او الرد ده مرتين، كل 4 ساعات كنت أدفي الخميرة. أما في فصل الصيف بتبقى أسهل بكتير بكتير، بتخمر بسرعة. يعني في فصل الصيف تاخد 12 ساعة، في فصل الشتاء اللي احنا فيه 24 ساعة بالتمام والكمال. ولازم تساعدي انك تقومي الخميرة بتاعتك. طيب انت هتحط ايه؟ هحط رشة ملح، وهحط معلقة خميرة كبيرة، خميرة فورية، وكيس كيك شيف. طب ليه بتحطيها؟ طب ما انت حاطة الخميرة بتاعة الحمص، خميرة الفايش دي يا حبيبتي عشان الجو ساقع، عشان تساعد معايا عملية الايه التخمر ان شاء الله. وبرضك ما غيرتش طعمها، خلي بالك هو عن تجربة. عايزة تجربي في نص كيلو جربي، جربي في اكتر في اقل نفسك فيه، بس خديها مني ثقة بإذن الله وناجحة من اول مرة. انا هنا بقلب كل المكونات يا قلبي مع بعض كده 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 مع بعض. اهي معلقه صغيره ومعلقه صغيره، معلقتين صغيرين، معلقتين صغيرين يعني عسل، معلقه كبيره من هي بتاعه الاكل. تمام. لان الخميره الاصليه بتاخد وقت كبير جدا جدا. انا هنا هحط اللبن اللي انت شايفاه، لبن على الميه زي ما احنا مقايلين، وحاطه السكر. طب السكر قد ايه؟ حسب رغبتك انت. لو في ناس كتير وانا اعرف ان ما بيحطوش سكر في الفايش، معلقه او 2. لكن انا بحط صراحة لان انا بحب الحاجة مسكرة زيكم كده يا مسكرين يا احلى ناس في الدنيا. يا رب يخليكوا ويبارك فيكوا ويخلي اولادكم ويوسع ارزاقكم، اللهم امين يا رب العالمين. انا بوريك الخميرة اهو برضك اللي هحطها على الايه العجينة، ما تحطهاش على الدقيق. تقوم عجنها كده كام عجنة كده زي ما انت شايفة، وأقوم حاطة الخميرة بتاعتي، وأقوم ايه مشرباها. ايوه مشرباها في قلب العجينه، موزعاها بقى عشان تشتغل كلها مع بعض. هنا الخميره بتاعت الفايش زي ما قلت، وبعيد وازيد كذا مره تبع التدفئه بتاعتك. يعني انا كنت مدفيه تدفئه محترمه. لو انت عندك فرن فلاحي او فرن صاج او كده، لازم تسخني الفرن الاول، تدفيها مش تسخنيها قوي، تدفيها وتقوم مغطيه كده ومكلفتها، مكلفتة مكلفتة يعني، وتقومي حطاها عشان تسرع معاك عملية الايه الخمير. وعجينة الفاش بتبقى طرية سنة عن عجينة القرص، خلي بالك من المعلومة دي. السمنة هنا بحطها في الاخر خالص وانا هلم بيها العجين. طب كمية السمنة انت حطيتيها قد ايه؟ ما بين 300 جرام 400 جرام حاجة زي كده. خلي بالك كتر السمنة اللي فيها او كتر السمنة اللي فيها يا قلبي بتخلي الفايش زي ما تقول كده ايه ما بيتمسكش كويس، بتخليه يتفرط منك يعني. فخليها في المعقول، دي تبقى لقمة كويسة قوي قوي وزي العسل. والفايش يا جماعة ممكن تنشفيه وممكن ما تنشفوهوش، انت وارتياحك. وفي ناس بتحطه زي العيش الشمسي كده مدور، وفي ناس بتحطه صوابع، اللي نفسك فيه. وفي ناس كده بتفرده زي اللهم صل على سيدنا محمد قولي معايا، زي الفينو كبير شوية وتقطع منه طرنشات، اللي نفسك فيه وشكليه زي ما انت عايزة. اهو نفضل نعجن بقى، نعجن نعجن كده لما نقول ايه يا كيفة، يلا اعجني بقى بعافيتك كده يلا.
وفيش غلك زي ما احنا عارفين. شربت شوية السمنة وأقوم حطاها تاني، ما احطهوش مرة واحدة، لا، حبة بحبة كده، واكرم العجينة واخدمها. يلا ايوه ايوه، فيش غلك، اي حد مضايقك افتكري بقى، يلا. ايوه ايوه هي دي، افتكري جارتك اللي مزعلاكي، ايوه ايوه افتكري. يلا يا قلبي، يا رب اكون فدتك، واكون يا رب كده ضيفة خفيفة على قلبك، واكون استفدت بمعلومة من الفيديو ده، اللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. يلا اهو، خلي بالك لان عجينة سوري، خميرة الفايش مش من السهل انها تنجح من اول مرة، لان لازم تبقى عارفة خطواتها. انا خلاص كده لميت عجينتي وبوريها لك اهي، ان هي طرية برضك. اهو لمي، ايوه اهو، شايفة فصلت ازاي؟ اهو بوريك ايديا نظيفة ان هي تمام واتخدمت صح الصح. تعرف العجينة الصح انها تتلم معاكي كده، تبقى سالكة من ايدك ومن المعون اللي انت بتعملي فيه، او الاناء او الطبق او الحلة، زي ما تسمي سمي. هجيلك بقى بعد ما خمرت، هنغطيها بقى لحد ما تخمر وتضاعف حجمها، وتغطيها وتكلفتيها كويس قوي قوي قوي. أهي. انا جيت بعد ما خمرت، شوفي الحجم بسم الله ما شاء الله اتضاعف ازاي. اه، تفرديها بقى صوابع نفس الحجم اللي انت عايزاه بقى، عايزه تعمليها صوابع كبيره صوابع صغيره، تجيبي بقى صاج مدهون زيت وتدهنيه وتتوصي بيه قدامك اهو. يلا يا قلبي، حضرت السجون بتاعتي اهي، الصوابع اهي، بوريك هنا. هحط زيت، بصبحها بالزيت، ايوه بوريك اهو، خمر او مخمرش اهي. هتقومي بقى عامله ايه؟ تدهني وش الفايش زيت، يبقى لامع كده وحلو، ويتفصل من بعضه عشان ميبقاش عجين مع بعضه. وهوريكي خطوة بخطوة. شايفة الكمية بسم الله ما شاء الله. على فكرة الصوابع دي كبيرة مش صغيرة، يعني كويسة معقولة بالنسبة لي أنا. في ناس بتكبرها أكتر من كده بقى، زي ما بقولك هنا بشوية الزيت أهو. هقوم بقى رشة بقى كده دهنة الوش كده عشان يبقى حلو زي الفل، ويتفصص من بعضه زي ما بحكيلك كده، وما تلزقش في قلب الصاج، لأنها بتبقى عجينة طرية، طرية إلى حد مش طرية خالص خالص، لأ زي ما انت شايفة كده، أطرى من القرص شوية اهو. تمام، قولي تمام. يلا حطي لايك يا احلى الحلوين. هنا بقى هسخن الفرن بتاعتي، بتسخن، انا خلاص اطمنت ان هي خمرت بقى وبقت تمام. الفرن بتاعتي اهي متوسطة تمام من فوق ومن تحت، وهوريكي ايه السوا بتاعها اهو. ما تحاوليش بقى تقربي من الفرن شوية، تعرفي ان الفرن البلدي بتاعتي اهي ما كانت حامية شوية، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هقوم بقى مفصصاه، وامك هقولك ايه نعملها ازاي. اما يبرد خالص كده ويبقى حلو كده، تقومي قلبة الصاج في صينية او في اي حاجة، وتقومي مفصصاها زي ما انت شايفة، بصي اهو. وهقرب لك الكاميرا برضك عشان تشوفي كل حاجة بالتفصيل اهو. شايفة؟ جميل 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 ولذيذ جدا والله يا جماعة اهو. انا هعمل لك زوم اهو على الخمر بتاعه اهو وعلى حجمها، شايفة اهو. بدل بقى ما احطه في اعمله قرص كبيرة كده واقطعه، لا قلت يعني اعمله كده واصبعه زي ما انت شايفة. يا رب اكون فدتك، ويا رب تعمليه وينجح معاك، ومستنية تعليقك، ومستنية تصويرك لو انت عايزة تصوري وتبعتيلي اتشرف بيكي اهو يا حبيبة قلبي. شايفين؟ ولا اجمل ولا اروع من كده اهو، من فوق ومن تحت. شوفي لوز لوز يا جماعة، ملبن فعلا اهو. شايفة اهو؟ شايفين اهو؟ واخدة حقها في الخمر، واخدة حقها في الخدمة بتاعتها والعجن. شايفة اهو؟ بسم الله ما شاء الله. شايفة اهو الحجم؟ ولا في الخيال اهو. ولا اشترينا بقى الكيلو بكذا، ولا روح هات ولا روح جيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.